اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم طريقه عمل العيش الفينو في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعم بجد حكايه. زي ما انت شايفه طالع هش جدا. العيش نفسه طري خالص، طعمه بجد خطير. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق الابيض، عندي نص معلقه صغيره من الملح، عندي معلقه بيكنج باودر، عندي معلقه خل، وعندي 3 معالق زيت ذره، وعندي معلقه كبيره من الخميره، وعندي معلقه كبيره من السكر، وكوبايه من الميه الدافيه. نزلت بالخميره مع السكر في كوبايه الميه الدافيه وهقلبها بالشكل ده وهسيبها على جنب لحد ما الخميره تشتغل. بعد كده هجيب عندي الدقيق، هبتدي انزل على الدقيق بالمكونات الجافه، السكر والملح. جبت بعد كده الخميرة بالمية، نزلت بيها على الدقيق، هبتدي اقلبها بالشكل ده، ونزلت عليهم ب3 معالق من زيت الذرة. هبتدي بقى اعجن بايدي لحد ما العجينة تبدأ تلم معايا. وهجيب بقى عندي مية دافية، هبتدي ازود المية على حسب ما الدقيق هياخد معايا، ده غير كوباية المية بتاعة الخميرة اللي نزلت بيها. ترجعي تنزلي بقى بالمية شوية شوية زي ما انت شايفة بالشكل ده، تاخد بالظبط في حدود نص كوباية من المية. بعد ما عجنتها وبقت عجينة طرية معايا بالشكل ده، هسيبها بقى تختمر لمدة نص ساعة. بعد كده حجمها هيتضاعف معايا. هجيب بقى عندي العجينة، هبتدي اجمعها واطلعها على مفرش العجين. هبتدي بقى اقطعها واقسمها لكور صغيرة على حسب حجم رغيف الفينو زي ما انت عايزاه. طريقة العيش الفينو دي سهلة جدا. هبتدي بقى اكورها كور صغيرة كده وهرصها عندي في الصينية. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. هسيبها بس ترتاح 5 دقايق. بعد كده هبتدي اطلعها وهجيب عندي قطعة الرغيف زي ما انت شايفة بالشكل ده، هفرده بايدي او بالنشابة، هخليه رقيق لان انا هبتدي الفه رول علشان رغيف الفينو يبقى هش وطري ومفرغ من الداخل. هقفله كويس جدا من تحت. انا عامله الحجم صغير. هجيب بقى عندي صينيه، هبتدي بقى ارصه في الصينيه كده. الصينيه تكوني دهناها دهنه زيت. طريقته سهله خالص بجد، طعمه خطير يا جماعه، اعمليه في البيت هيعجب جدا الولاد واي حد يدوقه. بعد ما قفلته كويس جدا من تحت بالشكل ده، هرصه بقى في الصينيه وهسيبه بقى يختمر لمده نص ساعه كمان لحد ما الحجم بتاعه يتضاعف عندي. زي ما انت شايفة الحجم تضاعف، حجمه كبر. اجيب بقى عندي صفار بيضة مع معلقة من اللبن وذرة من الفانيليا. بعد ما دهنته بالبيض مع اللبن بالشكل ده، جبت بقى عندي السمسم، هبتدي اوزعه على ارغفة عيش الفينو. تكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180 درجة. الفرن لازم يكون سخن قبلها ب10 دقايق. اول ما يدخل الفرن ويحمر من تحت اولع الشواية، هياخد اللون الذهبي. بصي الفينو طالع عامل ازاي، بجد خطير. طريقته سهلة جدا، هتعمليه في البيت طعمه تحفة. بصي لما فتحته من جوه قد ايه هش ومفرغ وطري، طعمه حلو قوي في الاكل. يعني هو ليه طعم احلى من عيش الافران. بصي الرغيف هش جدا. عمل معايا نص كيلو دقيق، عمل معايا الكمية ديت. امشي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها، هيطلع معاكي ناجح ومظبوط جدا. طعمه بجد خطير. استنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هنعملها مع بعض. لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات، واستنيني مع مطبخ فوفا، وألف هنا وشفا. متنسيش اللايك والشير. سلام عليكم.